مقال ساخر على مدونة لشاب مغربي تحت عنوان ساركوزي يقترح صياما على الطريقة الفرنسية أثار حفيظة المسلمين بعدما تداولته مواقع إلكترونية وإخبارية على أنه خبر حقيقي. ساركوزي يقترح صياما على الطريقة الفرنسية، عنوان موضوع ساخر كتبه أحمد في مدونته علاش. الكاتب تخيل أن ساركوزي ألقى خطابا في مسجد مارسيليا خط فيه تشريعات جديدة للمسلمين الفرنسيين في رمضان، منها دعوتهم إلى تناول القهوة مع الكرواسون صباحا، وإصدار قرار للمساجد بإغلاق أبوابها أمام الراغبين في أداء صلاة التراويح، وطالب الأئمة بتلاوة القرآن الكريم وإقامة الصلاة باللغة الفرنسية، هذا إضافة إلى أشياء أخرى لا تقل غرابة عما مضى، وكلها نوع من الإمعان في السخرية من صاحب المدونة، غير أن ردود الفعل بدأت بالتوالي على المدونة منتقدة ومهاجمة الرئيس الفرنسي بضراوة من دون أن يدرك أصحابها أن ما قرأوه هو مجرد كتابة ساخرة. الحكاية لم تنتهي هنا، بل بدأت تتدحرج ككرة ثلج، فتناقلت المواقع الإلكترونية والإخبارية الموضوع الساخر على أنه خبر قبل التأكد من مصدره وصحته، وأحدها موقع CNN العربي الذي تطرق إلى المقال خلال متابعته للمدونات العربية. هذا الخبر أثار حفيظة الغيورين على الإسلام، ففاضت أقلامهم بالتحليلات والآراء، ووصف أحد الكتاب في صحيفة الدار الكويتية الرئيس الفرنسي بالعلامة ساركوزي، وبلغ الأمر بأحد كتاب صحيفة الدستور الأردنية إلى تحميل مسؤولية ما قاله ساركوزي إلى العرب والمسلمين الذين برأي الكاتب وصلوا إلى ما بعد البلادة. إذن ألبس الرئيس الفرنسي تهمة إعداد نسخة فرنسية للصيام لتشتعل نقمة علماء الأزهر ضده، فاعتبروا أنه يعتدي على الصيام والشريعة الإسلامية. وأصبح الرئيس الفرنسي يحمل مشروعا مشبوها ضد المسلمين ويجب مقاضاته بحسب علماء الأزهر، والسبب هو مزحة حولها المهملون إلى كارثة. رولا الخطيب، العربية.